حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي في تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة أن هناك رياح شديدة ستؤثر على منطقة المدينة المنورة اليوم، وتتسبب هذه الرياح في تدني مدى رؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، إضافة إلى وصول سرعة الرياح من 40 إلى 49 كيلومترا في الساعة. حالة الطقس في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يرتفع مستوى الحرارة في المملكة العربية السعودية إلى ما يصل إلى 55 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع، وفقا لتقارير المركز الوطني للأرصاد. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الشرقية درجة حرارة تتراوح بين 50 إلى 55 درجة مئوية، في حين ستتراوح درجة الحرارة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض بين 48 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية. تتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود شبورة مائية وضباب خفيف في مناطق الرايس وينبع ورابغ، في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق جازان مثل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وأبو عريش وضمد وصيبة وصامتة والطوال.